انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد أن كشفت السنغالية فاطمة سمورة المسطورة بين الجزائر ورئيس الكاف موتسيبي وتنتصر للمغرب، ورئيس الترجي التونسي يزلزل الجزائر بعد اعتدائهم على الترجي التونسي. شاهد ماذا حدث. لكن قبل التفاصيل لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الاعتداء من جانب الجماهير الجزائرية على فريق الترجي التونسي في مباراة شباب الوزداد الجزائري والتي انتهت بفوز الترجي التونسي بهدف نظيف، فقد صرحت السنغالية فاطمة سمورة وادلت بتصريحات لشبكة أفريكا سبور وقالت: رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي متواطئ جدا مع الجزائر، وشاهدنا ذلك في أكثر من مناسبة، وهم اعتدوا على الترجي التونسي وأيضا اعتدوا على الفرق المشاركة في الشان، كما اعتدوا على المنتخب المغربي للصغار في نهائي البطولة العربية. وظل موتسيبي صامتا وثابتا في مكانه ولم يتحرك ولم يتخذ موقف بسبب العلاقات القوية بين جنوب إفريقيا والجزائر. فموتسيبي يكيل بمكيالين ويجب على الجمعية العمومية أن تقيله.